عايز تعمل هيد زي ده ان شاء الله يا شباب، هو ده موضوع حلقتنا، ازاي تكنيك الهيد الصح. يلا بينا. بصوا يا شباب، اتكلم اول حاجه على الغلطات. تلاقي مثلا واحد بيلعب بنافوخه، بيلعب الحته اللي فوق دماغه دي طبعا غلط. تلاقيه داخل عامل كده، غلط طبعا. تلاقي واحد تاني لما يجي يعمل الهيد تلاقيه مرجع رقبته وبيعمل كده، يعني مرجع رقبته وبيعمل كده، طبعا ده كل ده اداء غلط. تلاقي واحد تاني لما يجي يوجه الكوره يوجه الحته دي نفس الكلام بس في الارض، يعمل كده، طبعا كل ده اداء غلط. دلوقتي يا شباب بقى انا هتكلم على التكنيك الصح. اتكلمت في الخطوات الغلط اللي كل الناس بتعملها، بيلعب بنافوخه، يلعب بقورته تحت، يلعب برقبته، الكلام ده كله. هلعب بقى اتكلم دلوقتي في التكنيك الصح. اول حاجه يا شباب لازم جذعي يبقى متني ثانيه صغيره، زي مثلا في الفيديو اللي انا عامله هتلاقيني طالع موجه بجسمي في جذع متني عشان اودي بقوه. نفس فكره المرجحه في الشوط وانت بتشوط برجلك، هي نفس الكلام، بتتني جذعك وتحط برقبتك. تمام، دي اول حاجه. تاني حاجه التوجيه، ازاي اوجه يا شباب؟ اشرح لك شرح مبسط وسهل جدا. احنا هنقسم، يعني انا عندي عين يمين وعين شمال، تمام؟ الجزء اليمين هو اللي بلعب بيه ناحيه اليمين، والجزء الشمال هو اللي بلعب بيه ناحيه الشمال، بس مش بلعب بعيني، بلعب بالجزء اللي فوق الحاجب على طول، اللي هي القوره من الناحيه دي، تمام؟ ما اوجهش بدي، بوجه بالجزء ده كله. يعني انا طالع في الفيديو طالع بالجزء اليمين ده كله اللي هو فوق الحاجب ناحيه اليمين، تمام؟ الجزء الشمال اللي هو فوق الحاجب ناحيه الشمال، ده التوجيه. تاني جذع هتلاقيني تاني جذعي طالع جامب وتاني جذعي. تاني حاجه ازاي اقدر الكوره صح بقى يا شباب، عشان الناس بتقدر غلط كتير. بعيني يا شباب، لازم يعني انا اكون براقب الكوره كويس وبعديها ابتدي اخد القرار بتاعي. العين هي اللي بتديك القرار الصح. انت مثلا لما بتيجي بتعدي الشارع، اللي بيخليك تاخد قرار انك تعدي الشارع انك تبص بعينك، لقيت الشارع فاضي بتعدي، هي نفس الكلام. اللي يخليك تقدر الكوره صح انك تكون مراقب الكوره صح. مقدر بعينك قوي تلاقيك طالع راكب الكوره. قدر بعينك كويس هتلاقي نفسك مثلا بتاخد خطوتين لقدام، خطوتين لورا، وتعمل جامب في مكانك وتعمل جامب. نقطه يا شباب بقى، لو انت عايز تتمرن على التكنيك ده صح وكل لوحدك او معاك واحد صاحبك، انا لازم يا شباب لما ابتدي في اي حاجه في حياتي لازم ابتدي بالاسهل في الاصعب. يعني ما ينفعش انت كل لسه بتتعلم الهيد ولسه عمرك ما لعبت بالهيد قبل كده وتبتدي تطلع جامبو، هيبقى صعب عليك. لازم ابتدي من الثبات الاول على الارض. يعني مثلا واحد صاحبك لعب لك الكوره، تتني جذعك، تبتدي بس تتعود تتني جذعك من على الارض وتوجه ناحيه اليمين، يمين الكوره تاني، هتغلط مره في الثانيه في الثالثه وبعديها صلح الغلط بتاعك وعيد تاني. تيجي توجه مره ويرفعها لك تاني، يرفعها لك بايده مش برجليه، توجه مره في الثانيه، مره يمين ومره شمال، مره يمين ومره شمال، وركز على التكنيك قوي وانت ثابت على الارض، ما تطلعليش جامب نهائي. تلاقي تحس نفسك ان انت ابتديت يعني تتطور في اللي هي تاني جذعك بتتنيها صح، بتوجه بالجزء ده، تمام؟ اول لما تلاقي نفسك بتتطور شويه ابتدي تطلع جامب متوسط، بعديها ابتدي اعلي في الجامب بتاعك. هتلاقي نفسك كنت انت في الارض بتعمل كده، هتلاقي نفسك طالع في الجو ان انت جسمك خلاص تعود على الاداء ده، هتلاقي نفسك طالع راكب الكوره. تمام يا شباب؟ لو ناقصك اي حاجه اكتب لي في الكومنتس، اي حاجه تخص لعيب الكوره سواء في التغذيه او في الجيم او في الملعب، ارد على كل الناس. ولو استفدت من الفيديو ما تنساش اللايك والشير. سلام.